السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة شرحولوجي، القناة اللي هنفهم فيها الأفكار بشكل مختلف. النهاردة احنا هنتكلم عن حاجة جديدة. النهاردة هنشرح كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. وهنا أنا مش جاي أقول تلخيص للكتاب أو جاي أقول كل فصل فيه بيتكلم عن إيه وخلاص. لا، احنا الموضوع معانا هيبقى مختلف. بصراحة أنا شفت كذا حد بيتكلم عن الكتاب، مشوفتش حد هيتكلم عن الكتاب بالطريقة اللي أنا هتكلم بيها. احنا هناخد كل فصل وهنشرحه، هنفهم بيتكلم عن ايه، هنفهم اصلا كلام الكاتب مميزاته ايه وعيوبه ايه، وهل في مشاكل في كتابة الكاتب، وهل في حاجات تنفع للبيئة الغربية لكن ما تنفعش لبيئتنا العربية ونظامنا العربي. خلينا نشوف. في الأول حاجة الكاتب بدأ يشرح الكتاب إن الرجال أصلا كانوا في كوكب تاني اللي هو المريخ، والنساء في كوكب تاني اللي هم الزهرة، وبطريقة ما قدروا إن هم يشوفوا بعض أو يعرفوا إن هم موجودين، فتقابلوا مع بعض في الفضاء. بعد كده ابتدوا ينزلوا على كوكب الأرض، ولما نزلوا على كوكب الأرض وبدأوا يعيشوا مع بعض بدأ بعد كده تظهر الاختلافات. طب هي ايه الاختلافات دي؟ بيبدأ بقى الكاتب في كل فصل من فصول الكتاب ياخد مشكلة من المشاكل دي ويفصصها، يقول احنا ليه ده حصل، ليه ده بيفكر كده وليه ده بيفكر كده. في الحقيقة ان المشكلة هتلاقوها في الآخر ان هي في الأساس مشكلة تواصل. احنا مش فاهم الراجل مش فاهم الست تفكر ازاي، والست مش فاهمه الراجل بتفكر ازاي. بل اني لما قريت الكتاب لقيت ان انا نفسي مش فاهم انا بفكر ازاي. يعني ممكن اكون انا بعمل تصرفات انا مش فاهم ان انا بعمل كده بسبب حاجة تانية، او بسبب ان في حاجة في دماغي انا مش مفكر فيها. في الحقيقة وفي نفس الوقت احنا بنتوقع، يعني احنا كرجالة لما نيجي نكلم الست في حاجة بنبقى متوقعين ان هي بتفكر في الحاجة دي زي ما احنا بنفكر. لما نتكلم عن حاجة ليها علاقة بأمور الحياة، بالصحاب، بالماديات، نبقى فاكرين ان هو ده التفكير المنطقي بتاع الناس، بتاع البشر كلهم. والستات كذلك بيبقوا فاكرين ان هما لما يكلموا الرجالة عن صحابهم وعن اهلهم ان هما الرجالة بتفكر في الناس وبتفكر في المشاكل زي ما هما بيفكروا. في الحقيقة بقى لا، ولا بشكل هيخليكوا تتفاجئوا على مدار الكتاب. احنا كده كده نشرح كل فصل مع بعض وصدقوني هتتفاجئوا زي ما انا اتفاجئت. احنا فكرة بقى انك تبقى متوقع ان الشخص التاني ده او الطرف التاني بيفكر زي ما انت بتفكر، دي اصلا اول مشكلة واول حاجة هتخليه ان يبدأ في اختلافات ومشاكل ما بينكم. طب ليه في الاول ما بيبقاش في باين المشاكل دي؟ يعني ليه في الاول انا بحب الطرف التاني وفي بيننا علاقة حب ومشاعر ما بيبقاش باين اي مشاكل، بيبقى باين ان احنا متفاهمين جدا وان الدنيا جميلة جدا وان كل حاجة تمام، لغاية ده كان بنبدأ نمشي خطوات خطوبة وجواز وغيره يبدأ يظهر الاختلافات. طبعا انت لو مش فاهم هتبقى عارف، هتبقى حاسس ان في مشكلة. يعني انا في الاول بحب الطرف التاني والطرف بيحبني، فهوجة المشاعر والمشاعر اللي بتخرج مننا دي بتخلينا مش شايفين المشاكل دي اصلا، او بتخلي ما فيش اختلاف اصلا. لكن مع الوقت بيبدأ الحب ده يتراجع، ويبدأ بعد كده التواصل هو اللي بيخليكوا تكملوا، والمودة اللي بينكم هي اللي بتخليكوا تكملوا. طب فتبدأ تسأل نفسك احنا ليه بنتخانق؟ هل في مشكلة فيا؟ هل احنا اصلا في الاول مش متوافقين؟ هل انا كان اختياري غلط للشخص التاني؟ الشخص التاني بيبدأ يفكر كذلك، فتيجي في الاخر ترمي المشكلة على اي حاجة. ده احنا حصل بينا المشكلة الفلانية فدي ما خلتناش نقدر نكمل، او اختلاف الفلاني بينا خلينا ما نقدرش نكمل، او ببساطة ترمي عن كاهلك كل اللوم وترمي على الطرف التاني. ده الطرف التاني اللي مش كويس، ده الطرف التاني اللي مش مناسب ليا. وده كله في الاساس بسبب مشكلة تواصل. احنا مش قادرين نتواصل، انا مش فاهمها وهي مش فاهماني. فانت لو فهمت في الاساس ان احنا اصلا مختلفين وان هما بيفكروا غيرنا، تعرف ان اغلب الخلافات اللي بيننا دي مش حقيقية. يعني كل ده مش حقيقي. وده اللي بيخلي ان بعد كده مجرد ما انت بيبقى في علاقة بين طرفين ويبدأوا اول حاجة يتجوزوا ويخشوا في نطاق الجواز، بتبقى في الاول الدنيا جميلة وشهر العسل الدنيا جميلة، بعد كده تبدأ تحصل خلافات، فنسبة كبيرة جدا بيطلقوا. كان عبد الفتاح السيسي كان بيتكلم ان لسه من فترة قريبة عن نسب الطلاق الرهيبة اللي زادت في المجتمع، وفعلا نسبة كبيرة بتطلق، ونسبة قد تتخطى 50%. يعني من كل 2 بيتجوزوا ومنهم واحد بيطلق، يعني واحد بيكمل واحد لا. وان الواحد اللي بيكمل ده اصلا نسبة كبيرة منه بيكمل لأجل ان هو دخل في الموضوع، يعني اجل ان انا اتجوزت والاجل ان انا خلفت والاجل العيال. تبقى حاجة كبيرة قوي في الستات ان احنا مكملين لاجل العيال وخلاص. طب هل ده صح اصلا؟ طب هل اصلا احنا في مشكلة حقيقية؟ يعني هل في مشكلة بين الطرفين تستحق الطلاق،
ولا هو بس طلاق لمجرد الطلاق. كنت بقرا قصص غريبة كتير عن حتة الطلاق دي، ان واحدة اتطلقت من واحد بسبب ان هو مش منظم او مش قادرين يتفاهموا، او يعني في حاجات زي ما بيغسلش اسنانه الصبح، والرجالة كذلك يقول ده الست مش فاهماني، مش مريحاني، مش عارف ايه. طب ايه سبب الخلاف ده، وايه سبب عدم التفاهم ده، وليه اصلا يوصل للطلاق؟ هما فعلا ما الناس اللي طلقت بسبب اسباب بسيطه دي، هي مش بالنسبه لهم مش حاجات بسيطه، ده هي تراكمات على مدى بعيد جدا خلوهم يوصلوا كده. فان شاء الله نشرح الكتاب سوا، وان شاء الله في الفصل الثاني هنبدا ناخد اول مشكله من المشاكل دي. وفي الحقيقه انا شايف ان هي حاجه شيقه جدا، اللي هو ليه الست لما تيجي تحكي للراجل، لما تيجي تكلم الراجل، يبدا هو يلبس قبعه الخبير، يبدأ ان هو عايز يقول حلول. هو شايف ان الست بتقول مشكلة فهو عايز يحل. فنبدأ بقى نفهم ليه الراجل بيعمل كده، ليه اصلا الراجل عايز يحل، وليه الست اصلا بتقول مشكلتها. هل هي بتقول مشكلتها عشان هي عايزة حل، ولا هي بتقول مشكلتها لمجرد انها تتكلم، ولا هي اوقات كده واوقات كده. وليه اصلا الراجل بيحس ان الست بتتهمه او بترمي عليه المشكلات او بتقول ان المشكلة دي سببه. ده فعلا ده احنا في حاجات في اوقات في الرجاله بيحسوا كده، والمشاعر دي موجوده وبتحصل، ولو انت ما فهمتهاش هتأثر عليك، ولو فهمتها هتفرق معاك كتير جدا، وهتخليك تتقدم في علاقاتك كتير جدا. وفي الحقيقه ان احنا يا جماعه العلاقه دي استثمار يعني طويل الامد، دي الحاجه اللي هتكمل معاك طول حياتك، دي الحاجه اللي حتى احنا كمسلمين دي الحاجه اللي يا اما هتدخلك الجنه يا اما هتدخلك النار. فمهم اننا نستثمر فيها، ومهم اننا نفهم الطرف التاني بيفكر ازاي، ومهم اننا نفهم العلاقه بتاعتنا دي. فاول حاجه لازم تفهم نفسك، عشان لو فهمت نفسك هتعرف انت بتعمل كده ليه، وهتعرف ازاي تخلي الطرف التاني يفهمك. فان شاء الله نتقابل في شرح الفصل الثاني، ووعدكم ان السلسله هتكون جميله ان شاء الله. شكرا.